السلام عليكم. طبعًا أنا باعشق الزرع، زي ما أنتم بتشوفوا دايمًا في فيديوهاتي لمّا باكون مثلًا باصوّر في البلكونة والّا حاجة، بتشوفوا النعناع والجرجير والبقدونس والنباتات المزهرة وشجرة الورد اللي عندي والفل. النهارده بقى وزي ما وعدتكم وقُلت لكم أنا هاروح المشتل مخصوص علشان أعمل لكم حوض جميل كده وأوريكم إزاي بنزرع. أنا النهارده بقى عملت لكم المفاجأة دي، بس يا رب لو عجبتكم تشيّروا بقى الفيديو ده لأكبر نطاق، أنا عايزاه بصراحة يلِف الدنيا كلها علشان كلنا نعمل الحاجات الحلوة دي. أول حاجة طبعًا الجناين الجميل دوّة، جايب الحوض طبعًا أنا نقّيته، نقّيت الحجم ده كان مناسب أوي لإن أنا هاحطه في الشباك، وأول طبقة من الطمي اللي هو حطها دي كانت طمي مع بيتموس، البيتموس ده طمي صناعي ميزته إن هو خفيف شوية وما بيخلّيش كده التربة تبقى مكتومة بعد فترة، عيبه بقى بصراحة إن هو غالي كان الكيلو ب15 جنيه، لكن الطمي العادي اللي إحنا بنجيبه من الأرض ده من غير فلوس، مع شوية رمل طبعًا. بعد كده بقى أنا اخترت شوية نباتات، أنا بصراحة المرة دي حبيت إن النباتات اللي تبقى عندي تبقى طول السنة، مش عايزاها وقت معين بس اللي هو في الصيف والربيع وبعد كده تموت. فقالوا لي إن الورد اللي هو حاطه في النُص ده أنا نسيت اسمه بصراحة، بس هو شبه الورد البلدي بالضبط، وميزته إن هي الزهرة بتاعته بتُقع وبعد كده بيتجدد من تاني طول السنة، وبعد كده سَنَدها بشوية طمي، وبعد كده بقى الوينكة اللي في إيده دي اخترت 4 فروع من الوينكة، موف فاتح مع موف غامق مع أبيض، برضه الوينكة دي ميزتها إن هي الزهرة بتاعتها بتُقع وبعدين بتتجدد من تاني طول السنة. وزي ما أنتم شايفين كده بيمسكها بإيده الشمال وبعدين يقلبها ويخبط بقى على الحوض اللي هي معمولة فيه أصلًا البلاستيك دوّة بإيده اليمين، فهي بتتخلع بمنتهى السهولة، على فكرة سهل جدًا إن إحنا نعملها في البيت. وسألته بقى إزاي أحافظ على الخضار الجميل دوّة، وكمان أحافظ إن كل ما الوردة تُقع يطلع مكانها تاني، قال لي لازم تسمّديه. التسميد هنا بقى نوعين، تسميد جذعي وتسميد ورقي. التسميد الجذعي إحنا بنشتريه من عنده، هو تقريبًا اليوريا، بيبقى حبيبات بيضا كده وأنا بارُش على التربة كل 15 يوم، أمّا بقى التسميد الورقي باحط معلقة منه على لتر مَيّة في بخاخة وبارُش بيه الورق كل 15 يوم برضه. هو كده خلاص خلّص الحوض كله، أنا اخترت زي ما قُلت لكم 4 عيدان من الوينكة، واللي في النُص دي اللي مش عارفة اسمها، بس على فكرة الوردة بتاعتها ريحتها حلوة أوي. هي مشكلة عندي البلكونة إن الشمس ما بتجيش كتير، فما ينفعش الورد البلدي، لإن الورد البلدي محتاج شمس قوية. وهنا هو بيملى الفراغات اللي بين كل وردة والتانية علشان خاطر لما يحط مية ويسقيها بعد كده ما تعملش فراغات، وكمان هيدوس على التربة دي كويس قوي علشان برضو الفراغات تتقفل كلها. ده بالنسبة لنباتات الزينة اللي أنا وعدتكم بيها. أما بقى بالنسبة للشبت والبقدونس والكزبرة والحاجات دي والجرجير أنا بجيبها بذور من عنده برضو، بيبقى أكياس كده فيها بذور وأنا اللي بزرعها في البيت بنفسي، والمرة الجاية إن شاء الله هعمل لكم فيديو إزاي وأنا بقى بزرعها في البلكونة بإيديا. الله على الجمال، خلاص خلّص الحوض وبقى قمر، شايفين شكله إيه؟ جميل أوي وريحته تجنن كده وشكل ومنظر يجنن، هو ده الوش تقريبًا والناحية التانية الضهر أو العكس يعني. المهم بقى تعالوا يالّا نروح البيت ونعلّقه في البلكونة زي ما قُلت لكم. آدي أنا جبت له الstand، هو كل الأحواض اللي عنده ليها استندات على فكرة، ممكن تشتروه بالstand وممكن لأ. الحوض ده اتكلف تقريبًا حوالي 200 جنيه عشان أقول لكم بقى كل التفاصيل حتى بالأسعار. تقريبًا الحوض البلاستيك 60 جنيه والstand مش عارفة 30 جنيه والّا 40 جنيه، وكل فرع من الزرع اللي حطّه لي ده فيه ب15 وفيه ب25. الله على الجمال، إيه رأيكم تفتحوا عينيكم كل يوم الصبح كده على الورد الجميل أوي ده، وتفتحوا الستارة كده وتخلّوا الشمس والهوا يدخلوا مع شوية الزهور الجميلة دي، حاجة كده يعني ترُد الروح. أنا باحب الحاجات دي جدًا ويا رب تكونوا بتحبوها زيي، وبقى تشيّروا الفيديو زي ما طلبت منكم بعد إذنكم، وأول حاجة طبعًا تصلّوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات عشان كلنا ناخد أكبر حسنات ممكنة. ويا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم.